السلام عليكم. معاكم الدكتورة نور الأمل. اليوم غادي نهضر على موضوع كيخوف بزاف ديال العيالات: الجراحة. أول سؤال كتطرحوه بزاف هو: وش غادي نحيدو لي الثدي؟ وش ممكن نخليه؟ كيفاش غادي نبان قدام راجلي وولادي بلا ثدي؟ وش ممكن إعادة بناء الثدي من جديد؟ وش كأي شيء علاج يحافظ على الثدي؟ هذه الأسئلة كدير الرعب وكتخلي بعض النساء يتأخروا في الذهاب للطبيب. خاصكم تعرفوا بأنه الجراحة ممكن تكون محافظة، يعني تحافظ على الثدي، وكاينة حالات كتقدر تتفادى الكيماوي. الجراحة في الغالب كتكون أول خطوة في علاج سرطان الثدي إلا كان المرض في مرحلة مبكرة. وهذا الشيء علاش كنأكدوا ديما على الكشف المبكر. إلا تشاف المرض بكري الجراحة ممكن تكون كافية بلا ما نوصلوا للكيماوي. يعني الكشف المبكر كيحميك من علاجات قاسية. كاينين حالات اللي كنبدأوا فيها بالعلاج الكيماوي أو الهرموني باش نصغروا الورم، ومن بعد كنمشيوا للجراحة، خصوصاً إلا كان الورم صغير أو عنده صفات خاصة. كاينين جوج أنواع ديال الجراحة: الجراحة المحافظة واستئصال كامل للثدي. الجراحة المحافظة كتعني نحيدو غير الورم ونخليه الثدي، وهاد شي ممكن إلا كان الورم صغير وماشي من نوع التهابي. استئصال كامل للثدي هي عملية كنحيدو فيها الثدي كامل، وكتكون ضرورية إلا كان الورم كبير بزاف، ولا كاين أكثر من ورم، ولا الورم من النوع التهابي. وخاصة نعرفوا أنه إلا تحيد الثدي ممكن نديروا جراحة تجميلية باش نرجعوا المظهر ديال الثدي. ممكن نديروها في نفس الوقت ولا من بعد. هذا الجراحة كتعاون المرأة ترجع ثقتها في راسها، وكتدار إما بالبروتيز ولا عن طريق جلد وشحم من جسمها. وخا نحيدوا الورم، الطبيب خاصو يشوف حتى الغدد اللي تحت الباط باش يعرف واش المرض وصل ليهم ولا لا. في بعض الحالات كنديروا عملية كنسميوها تفريغ الغدد تحت الأبط، كنحيدوا فيها عدد من الغدد باش نحللوهم. أما إلا كانت الحالة مطمئنة كنستعملوا تقنية خفيفة كنعرفوا بيها واش الغدد فيها المرض ولا لا، وكنسميوها الغدة الحارسة. كندخلوا واحد الصباغة باش نشوفوا أول غدة كتوصلها السوائل من الورم. إلا كانت نقية كنستغناو على تفريغ باقي الغدد. من بعد الجراحة خاص المريضة ترتاح وتدير تمارين للذراع باش ما توقعش مشاكل. من بعد كيدوزوا الثدي اللي تحيد للتحليل باش نتأكدوا وش الورم تحيد كامل، ونعرفوا التفاصيل اللي كتساعدنا في اختيار باقي العلاج. المريضة كتشوف طبيب الأنكولوجي اللي غادي يطلب تحاليل وباش يقرر وش باقين محتاجين علاج إضافي ولا لا. لا، الجراحة ولات آمنة بزاف، ولكن بحال أي عملية ممكن تكون مضاعفات. أشهر مضاعفة هي انتفاخ في الذراع، وهذا كيوقع إلا تحيدوا بزاف ديال الغدد. هذا الانتفاخ كيتفادى بالترويض والمتابعة. ولحسن الحظ التقنية ديال الغدة الحارسة قللت بزاف من هذا المشكل، وكنقدروا نتجنبوه بالتمارين والمراقبة الطبية. وها علاش الكشف المبكر مهم بزاف. كلما كشفنا بكري كلما كان العلاج أبسط والجراحة أخف والحظوظ أحسن. إلى عجباتكم هذا الفيديو ما تنسوش تديروا جام وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد من أسرار طب الأورام، ولأن المعلومة ممكن تنقذ أرواح.